الليزر المفترى عليه. الليزر ايه هو الليزر اللي احنا بنستخدمه؟ ليه مفترى عليه؟ لان هو الناس مش فاهمه، للاسف الشديد الناس مش فاهمه. هو الليزر دوت مش نوع واحد، مفيش حاجه اسمها ليزر. الليزر ده اسم الشعاع اللي بيطلع من الجهاز دوت. عشان خاطر اقدر اسمي جهاز ليزر دوت، انا الاول اشوف الشعاع ده هيطلع نتيجه ايه، تفاعل ايه مثلا. يعني هل مثلا نتيجه جسم صلب بطلع منه الشعاع الليزر، ولا غازات بطلع منها شعاع الليزر، ولا اشباه موصلات بطلع منها شعاع الليزر، ولا تفاعل كيميائي بطلع منه شعاع الليزر. تمام، ده اول حاجه. بعد كده الطول الموجي بتاع كل جهاز. تمام، الطول الموجي ده بيحدد حاجات كتير قوي. التفاعل بلس الخلايا اللي انا هشتغل بيها على جهاز الليزر. لون الخليه بيفرق، نوع الخليه. يعني لو انا هشتغل على عظم غير لما هشتغل على غضاريف، غير لما هشتغل على انسجه رخوه، غير لما هشتغل على دم. ده بيفرق تماما. كل ده بيفرق. شكل الدايركشن بتاع الشعاع الليزر، هل انا هستخدم مثلا ارتكيوليتد ارم اللي هو الدراع اللي انا بحركه وانقل بيه شعاع الليزر، مثلا زي الهير ريموفال مثلا، اللي بيروح يعمل هير ريموفال بيشوف الجهاز بدراع كده، ولا هل هستخدم قسطره زي اللي احنا بنستخدمها مثلا في جراحات الشرج او بيستخدموها زمايلنا بتوع جراحات الفاسكولار الاوعيه الدمويه. يعني كل ده بيختلف. فالليزر انه كبير قوي، ولانه ليه استخدامات في شتى العالم، عالم بشكل كبير قوي. فللاسف الشديد معظم الناس بتقول لك ايه، لا ده هجس، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. احنا اشتغلنا بالليزر من 5 سنين، 5 سنين بالظبط. اول حاجه واجهناها، يعني اول حاجه كان معظم زمايلنا جراحين ربنا يبارك لهم يعني ماشي، يقول لك مفيش حاجه اسمها ليزر اساسا، دولت نصابين. دي اول حاجه. قعدنا سنه او سنتين، بعد كده قال لك لا ده مفيش حاجه اسمها ليزر، ده هم بيشتغلوا بحاجه اسمها كي حراري. قعدنا سنه، بعد كده قال لك لا ده بيشتغلوا بحاجه اسمها انفراريد. قعدنا سنه، بعد كده قال لك لا ده هو الحمد لله في اجهزه ليزر، الحمد لله وصلنا لهذه المرحله، ده في اجهزه ليزر بس العمليات بترجع. هو برضه حد قال لسه مش مقتنع ان هو في حاجه اسمها ليزر، ولان هو مش فاهمه هو بيشتغل ازاي، هو بيعمل ايه، هو السحر ده ازاي، هو الجهاز الصغير ده هو اللي هيعالج ده. هو مش فاهم ان هو الجهاز الصغير ده يعني تطور طبيعي للجهاز الكبير اللي كان قد كده، اتظبط لحد ما وصل لهذا المرحله بالقدرات اللي احنا بنختارها للجهاز. دلوقتي احنا ما فيش حاجه اسمها انت تروح تشتري جهاز مثلا ليزر تقول انا عايز جهاز كذا، لا هو انت بتروح المصنع مثلا تبعت لهم ايميل، والله انا دكتور كذا بشتغل عمليات 1 2 3، فالمصنع يقول لك ايه بقى، والله احنا بنرشح لك الجهاز بتاعنا يكون كذا، ويكون الويف لينس او الطول الموجي بتاعه كذا، ويكون الباور بتاعه كذا وات، ويكون المود اوف اكشن بتاعه 1 2 3 موجوده. ده عالم الليزر، وبعدين في لايسنس وفي ترخيص من ده بقى، ده قصه كبيره بقى. ده الناس مش فاهمه. مفيش اي مركز يقدر يشغل جهاز ليزر حقيقي الا بترخيص من منظومات موجوده في مصر. اقول لك بقى القصه ماشيه ازاي. ده بقى ده الناس مش فاهمه قوي. اول حاجه الجهاز، مفيش جهاز يقدر يخش مصر، مفيش جهاز ليزر يقدر يدخل مصر من غير ما ياخد موافقه معهد الليزر. بالظبط. ايا كان لو جاي من احسن بلد بتصنع اجهزه ليزر مش هيقدر يدخل مصر غير لما يخش ويتعمل له القياسات بتاعته ويتحدد ويتعاير ويبقى الجهاز ده واخد لايسنس. طب ده الجهاز. المكان، مفيش مكان يقدر يشتغل، محدش عنده اوضه هيفتحها ويقول لك انا هشتغل فيها ليزر، لا. كل مكان هتشتغل فيه ليزر لازم ليه مواصفات معينه، وبتيجي معهد الليزر لازم يبص عليه ويوافق ويديله اكسبشن ان هو المكان ده، ان هو ده انت تقدر تشتغل في المكان ده. طيب ده كده المكان، يبقى دي الجهاز وادي المكان. الدكتور، انت جراح على عيني وعلى راسي، هتشتغل ليزر اهلا وسهلا، تعالى معهد الليزر خد ترخيص من معهد الليزر. مفيش جراح في الدنيا يقدر يمد ايده على عيان بجهاز ليزر وهو مش معاه ترخيص نهائي. ده كارثه، ده حاجه الليجل. انت كده يعني احنا كده انت كده دخلت كده في حاجه الليجل. تمام. فانت لازم قصه الليزر بقى ده هو مش عارف يشتغل، مفيش حد يقدر يشتغل على جهاز الليزر. يعني حتى لو هنفترض مثلا لو مثلا ايه اتصرف اشترى جهاز يوزد من واحد من زمايله وعلمه عليه واشتغل ماشي، بس في الاخر انت ما انتش فاهم هو ايه، ولا انت فاهم هو هيشتغل ازاي، ولا انت فاهم هتكلم المريض ازاي، ولا انت فاهم ان انت ممكن يحصل لك كومبليكيشن. هو الناس فاكره ان الليزر ده مش هيحصل منه كومبليكيشن، لا هيحصل منه مضاعفات طبعا. لو واحد مش متدرب هيعمل، ولو واحد متدرب هو مضاعفات موجوده بس. ولكن الفكره في ايه؟ الفكره اللي انت ازاي تقدر تقلل المضاعفات، ولما تحصل المضاعفات تقدر تتعامل معاها ازاي.